يلا بينا نودع رمضان بعزومة الأهل والحبايب. نعمل كده ايه فطار كده معتبر حاجة كده نتفشخر بيها قدام الحبايب والأهل. بط بالرز بالمكسرات مع شوية جلاش باللحمة المفرومة. اوعدكم اللي ما بيحبش البط هيعشقوا بالطريقة دي، واللي بيحب البط هيعشقوا اكتر بطريقتي. انا دي رسالة لاهلي كانوا عايزين يعرفوا الطريقة. اتفرجوا على الفيديو بقى وقولوا لهم في الكومنتات الطعم عامل ايه. بس اهم حاجة لو عجبكم الفيديو ما تنسوش، معاكم اختكم هالة، اشتراك القناة وتفعيل الجرس واللايك والشير، وتقولوا لي في الكومنتات لما تجربوها وتوهموهم بجمالها، عشان انتوا كده بتدعموني ان انا اكمل معاكم وصفاتي. انا هنا بنقع البطه بتاعتي بثلاث معالق من الطحينه على ليمونتين كبار كده، بعصرهم عليها وبغطيها كلها بالطحينه بالثلاث معالق دول وبشويه ملح. بسيبها ليله كامله. انتي ممكن تعملي الحركه دي قبلها بساعتين. حرفيا بتبقى من غير زفاره تماما. انسي زفاره البط لو حطيتي الطحينه والليمون قبلها بليله. حرفيا بتبقى نظيفه وبتزيق كده من كتر النظافه. وطبعا بشطفها تاني يوم، ونجيب الحلة بتاعتنا الجميلة كده ونحط فيها نصها مية، وبحط بصلاية متوسطة متقطعة وطماطميتين كده حلوين وكم حبة حبهان كده حوالي 7 8، ورشة ورق لورا ورشة فلفل أسمر. وأول ما يغلو بنزل بالبطاية بتاعتي تاخد سوا. أول ما تاخد غلوة أو غلوتين بحط الجزر بتاعي. دي احلى شوربه ممكن تعمليها للبط، مش قادره اقولك وهميه وتحفه ازاي. وهقول لكم كام تركه هتخلوكم تعشقوا الرز البسمتي حتى لو ما بتحبوش، بتخليه جوسي كده وطري وتحفه. انا هنا معايا رز بسمتي هندي، كيلو رز بسمتي هندي بنقعه قبلها بنص ساعه في الميه طبعا وبصفيه. ومعايا معلقتين من السمنه على معلقتين من الزيت، والبهارات بقى دي اللي حرفيا هتودي الرز في حته تانية. كانش عندي بهارات كبسة فجربت ان انا اجرب بهارات البرجر. ايوه بهارات البرجر، وبصراحة كان احسن حاجة عملتها في حياتي. بعد كده ما استخدمتش بهارات كبسة تاني واعتمدت بهارات البرجر في الكبسة. حرفيا اي حد بيدوقها مني بيقول لي ايه العظمة اللي انت عاملاها دي، انت حاطة فيها ايه؟ اول مرة ندوق الطعم ده في حياتنا. دقنا كبسة كتير بس بالجمال ده ما دقناش. معلقة كبيرة من بهارات البرجر، على نص معلقة من البابريكا، معلقة صغيرة هرمية من السبع بهارات، رشة فلفل أسمر، ومرقة خضار. جربوها وصدقوني هتشكروني. بنزل هنا بالسمنة والزيت بتوعي، وبنزل بالبهارات اول كده ايه ما يتشوحوا كده مع بعض. بنزل بالرز بتاعي اللي نقعاه قبلها بنص ساعة، وبديهم برضو تشويحة كده مع بعض. عايزة تحطي كاري لو انتي حابة يبقى لونه اصفر، كاري او كركم حطي، بس انا ما كانش فارق معايا اللون. والبابريكا كمان كانت هتحمرهولي شوية. وحطيت رشة قرفة وهنزل عليهم. شفتوا شوربة البط تحفة وخطيرة ازاي؟ تحفة حرفيا، بتخلي المحشي او الرز البسمتي جوسي كده والطعم حكاية. جربوا الطريقة دي في البط هتدمنوها. حطيت 7 كوبايات من شوربة البط بالظبط على كيلو الرز البسمتي، وهسيبه يتشرب واغطيه واوطي النار خالص. تلت ساعة هتلاقيه استوى معاكي وبقى مفلفل وتحفة. هي دي بقى التركة بتاعتي في البط. هو ده سر جمال البط بتاعي او الديك الرومي او الحمام. الوصفة دي بعتمدها او الفراخ. اي حد بيدوقهم من ايدي بيقولي انتي حاطة فيهم ايه. بصراحة دي اختراع مني، معرفش لو حد تاني بيعملها، بس دي اختراعي انا. كوباية الا ربع من العسل الاسود، ما تقوليش كتير. هي دي الطريقة وهي دي المقادير الصحيحة، اعمليها وتعالي اشكريني. بس ده على بطتين مش بطة واحدة. كوباية الا ربع من العسل الاسود، 3 معالق كبار من الزبدة البيضة على 3 معالق كبار من السمنة البلدي. ممكن تستخدمي سمنة بلدي بس او زبدة بيضة بس، على رشة ملح. تسيحيهم على النار او في الميكرويف، وانزلي بيهم على العسل بتاعك وقلبي كده. خلي بالك العسل هيرقى تحت بس عادي. هاتيها برضو من تحت لفوق كده، وانتي برضو بتوزعي الخليط ده على البط افضلي برضو ايه هاتي العسل كده ايه من تحت لفوق. هما مش هيدخلوا في بعض، بس ايه انتي حاولي ايه توزعي طعم السمنة في العسل. حرفيا وهمية الطريقة دي في البط او في الحمام، بتوديه في حتة تانية وما بيبقاش طعمه مسكر زي ما انتي فاكرة. لا خالص، السمنة بتبقى طاغية طعمها مع رشة الملح، بتعمل لي معادلة في السكر خطيرة. وهنا انا معايا 300 جرام من اللوز الامريكي الني. انت ممكن تستخدمي اي مكسرات، ولو عايزه برضو تنقعيه في ميه سخنه وبعد كده تقشريه تمام، بس انا ما كانش فارق معايا.
نزلت بمعلقه سمنه وشوحت فيها اللوز بتاعي. بصوا هنا الرز بتاعي مفلفل وتحفه ازاي، بعد تلت ساعه بالظبط طالع مفلفل والطعم حرفيا تحفه. جربوا بهارات البرجر في الرز البسمتي، صدقوني هتتخلوا تماما عن بهارات الكبسه. هنا انا خلاص كده بعد دقيقه بالظبط على النار قفلت على اللوز بتاعي. انا هنا جبت صينيه البيتزا، عارفين صواني البيتزا؟ جبتها كده. الحركه دي يا جماعه بتخلي شكل الاكل في العزومات خطير، وكمان بتسهل علينا المواعين، بدل ما تعملي مواعين كتير ونقعد نبهدل الدنيا ونقهر في قلبنا ونقهر في ايدينا ومواعين. انتي بعد ما بتخلصي الفويل بتشيلي الاكل، طبعا لو بقى منه حاجه بتشيليه وبترمي الفويل، والصينيه بتبقاش محتاجه غير شطفه بس. بتقلل مواعين جدا الحركه دي، وبصراحه بتدي شكل الشياكه خالص في العزومات. انا هنا بغلف الصواني بتاعتي كده بالفويل زي ما انتم شايفين. انا هنا عامله بطتين زي ما قلت لكم. هنا البطه بتاعتي بعد ما استوت وبقت قمر، خدت معايا حوالي 3 ساعات على النار، 2 ل 3 بصراحه، ما حسبتهاش قوي بس هي ما طولتش يعني. وبمشي بقى بالخليط بتاع العسل والزبده والسمنه كده. ارمي فيها كتير يعني ما تلحسيش، لا على قد ما تقدري ارمي فيها. هنحتاج الصوص ده في الاخر هقولك ليه. اقعدي بصي في الجلد واللحم والعظم على قد ما تقدري توصلي فيها، وكتري على قد ما تقدري. مش هيطلع مسكر صدقيني، لو قللتي مش هتحسي بطعم. كتري فيها مش هيطلع مسكر. السمنه مع الزبده مع رشه الملح بتعمل لي معادله للسكر، ما بيطلعش مسكر، بس العسل الاسود حرفيا بيفرق جامد قوي. هنا بقى حطيتها تحت الشوايه كده 5 دقايق، واول ما خدت اللون الجميل ده هي دي التركه القمر بقى. يعني مع بهارات البرجر بتحطي نص كميه الرز، انا عامله طبعا صينيتين، وبقلب فيها البهاريز اللي نزلت من البطه بتاعتي، العسل والسمنه وطعم البطه والزبده. بقعد اقلب في الرز كده لحد ما ياخد طعم كل حاجه نزلت من البطه، وبحط فيه كده اللوز بتاعي. حرفيا دي احلى طريقه ممكن تاكلوا بيها البط او الفراخ او الديك الرومي او الحمام. انا بعتمدها، ولما جربتها ما عملتش غيرها. انا جربت وصفات كتير بالبرتقال وكتير بصراحه، بط بالبرتقال وحاجات تانية. دي احلى طريقه، واللي دقها يشهد بده. وعملت جنبها شويه كده جلاش. يلا نودع رمضان بقى بعزومه الاهل والاحباب، واحلى يوم في الدنيا واحلى اهل في الدنيا وحبايب قلبي، وبالهنا والشفا على قلوبهم، وبالهنا والشفا على قلب اللي هيجرب الطريقه والوصفه. اهم حاجه لو عجبكم الفيديو انتوا محتاجاكم تدعموني، معاكم اختكم هاله، اشتراك القناه وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، كل اللي بنزله. وصفات سهله وبسيطه ان شاء الله يعجبكم، وبالهنا والشفا على قلوبكم. كل سنة وانتم طيبين بمناسبة عيد الفطر السعيد او داخل على الابواب. يلا قولوا لي بقى في الكومنتات عملتوا الكحك ولا لسه. باي باي حبايب قلبي.